صحتك بالدنيا وما فيها جملة ما يحسها بالحق كان اللي خذلته صحته واللي وجايع تقتل فيه نهار بعد نهار. ومرارة الدنيا وصعبها ما يحسها كان الزوالي المحتاج اللي الدنيا قهرته حطمته وما خلتوش يحس أصلا اللي هو عايش كيما الناس في هالدنيا. بصراحة من غير حتى مبالغة هذه هي حالة سلوى اليزيدي بنت حي الزهور في سوسة. 10 سنين معاناة ولليوم دمعتها ما شاحتش من عينيها. بعد عرسي ب20 يوم تحرقت، دخلت في بيت البن. كي دخلت ما فقت حتى بشيء، دخلت باش ندوش ما فقت حتى بشيء. كي طلعت رجلي من كسرون وفزيت طحت في وسط البانو. كي طحت ظهري ومخرجي الكل معناها تحرق. ما نعرفش شنو بالضبط وقت الحاله ديك كيفاش حسيت اني ما نسخرش روحي انا مش نقوم منها معناها الحرقه ديك. قعدت 3 شهور في السبيطار سهلول و9 شهور 10 شهور قلت لي هنا. ما مشكله ديما تعبتني من 2007 لطو، ديما تتحل تترشق وحدها. عملت عليها 6 عمليات، هذه السادسه وباقي ما تمش امل. ما عادش طايقه روحي اصلا، ما عادش طايقه روحي والله. عاش قلت لك صغار ياسر تعبين في جرتي واني من 2007 لحد الان الحاليا واني حالتي تعبانه. مستحيل. قال لي اخر ساعه اخر ساعه قال لي اني ما تسيبكش سيرش. قال لي وقتها يعملها ربي بنياتي لا فرحه قبل ما نجيب البنات. قال لي ما نسلمش فيك، قال لي ما نسلمش فيك مادام حالتك هكا وتحققت عندي انا مش مسيبك. اما ما نلقاش مقدور باش يوقف لي باش برغم معاناتها الكبيرة بعد فشل 7 عمليات على ساقها في سبيطار سهلول ما هيش تخمم على روحها برك، بالعكس هي تخمم في اريج وريتاج واسراء بناتها 3 نور عينيها اللي تعبوا معاها برشا برغم اللي اكبر واحده فيهم عمرها ما يفوتش 8 سنين. عندي 3 بنات تعبين في جرتي. بنتي الوسطانيه تعبه نفسانيا تقول لي ماما اني ما عادش نحب نقرا. بالحق تقول لي اني ما عادش نحب نقرا، اني كرا بنتي كما هكاك مش حابه تقرا، مش جايبه روحها حتى في شيء، ديما تحمل ديما تبوس هي وبنتي الصغيره. حبوك برشا بناتك. ما اني ما قلتش حتى جهد، انا ما قلت لهمش جهد باش نحب نقريهم، نحب تقول لي ماما الكبيره تقرا والوسطانيه لا. الوسطانيه لا، ريج بنتي لا نفسيه قلت لك تعبت برشا قالوا لي حتى زعما بسيكياتر. تعبت ياسر واني ما عادش نجم. ايش اللي عندي تحسدون عليه غير التعب وانتم سبب تعب اللي عايش بيه. ما يغركمش سكاتي في قلبي صرخة تفزع البركان نحب اصحاب الخير يوقفوني ويعاونوني يرحموني في بني يرحموني فيه. يعني الشيء العباد اللي تاكل فيه انا مش قاعده ناكل فيه. صاريني صغار فطور الصباح اللي ياكلوا العباد انا مش قنوصهم. انا كان عندي بلاد ما عنديش حد قاعد على الراس ونعدها ساعات نضرب نهار كامل بلا ماكل. حتى مصغار يقولوا لي ما تسالش يا ماما ما تسالش. يعني شنو ذنبهم هذوك مثلا؟ شنو ذنبهم؟ لو كان عندي نوقف على رجالي نحب اصحاب الخير يوقفوا لي ويعاونوني. نحبهم يوقفوا لي ويعاونوني خاطر اني صايم ما عادش فيا. سلوى اليزيدي وبناتها 3 اليوم املهم كبير فيكم انتوما توانسه وناس الخير. سلوى مادة ايديها ليكم وتستنى فيكم واكيد مازال الخير في الدنيا.